العظيم. يا حكومة سير يا حكومة سير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شعبنا العظيم، شعبنا البطل، شعبنا العظيم، شعبنا البطل. الله أكبر. لأول مرة في تاريخ تونس وفي تاريخ قفص المناضلة يخرج ثلة من خيرة أبناء الشعب يبعثوا برسالة قوية إلى كل أعداء الثورة. وما من ثورة في التاريخ، ولا يمكن للسياسي أن يكون مسيس حقيقة إذا لم يقرأ التاريخ. قلت ما من ثورة في التاريخ إلا ولها أعداء. من هم أعداء الثورة التونسية إذن؟ من هم الذين يعرقلون المسار إذن في تونس؟ لا رجاء شيء من الهدوء. أولا، الذين يريدون أن يعرقلوا مسار الثورة التونسية، هذه الثورة التي كانت أولى الشرارات التي انطلقت في البلاد العربية والإسلامية، من يريد أن يعرقلوا الثورة التونسية هم من بقايا النظام الفاسد، هم من الرأسماليين الفاسدين وليسوا جميعهم، هم من بقايا الإداريين الفاسدين. الآن يا شعبنا يا عظيم، يا شعبنا يا عظيم، الحكومة اللي انتخبتها، الوزراء اللي أقل واحد فيهم قضى 10-15 سنة يخوضون حرب شرسة إدارية مع الفاسدين في الإدارة التونسية، يوميا في مواجهات عنيفة إدارية. مع من؟ مع أولئك الذين عينهم للأسف الشديد الباجي قائد السفس. الله أكبر. وزراء يا شعبنا العظيم، الوزراء يا شعبنا العظيم، وزراءكم اللي انتم اخترتوهم، والولاة والمسؤولين يا شعبنا العظيم، وزراءكم اللي هم أول مرة في تاريخ تونس منتخبين من طرفكم انتم، أعطيتوهم أمانة، قلتوهم مسؤولية. وزراءكم والولاة وكل المسؤولين الذين يتقلدون الآن مسؤولية هم يا شعبنا العظيم في محرقة فعلا تحت القصف الإداري وتحت بقايا النظام الفاسد، وهم بحول الله لن يتراجعوا ولن تتراجع حركة النهضة من ورائهم. الله أكبر. ويجب يعرف شعبنا البعض الآن من تيارات سياسية تحصلت على 0 فصل. البعض يا أخوة يا كرام، يا شعبنا العظيم، يا بطل، نعم يا بطل، لأنك لحد الآن لم ترمي الراية وتعلم أن المسيرة الآن ستبدأ. الثورة يا أخوة يا كرام لم تنتهي، الآن ستبدأ. نحن نقاوم، المسيرة مستمرة. بعض الأطراف السياسية من التي لا وزن لها لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الانتخابية، الآن يقومون بمحاولات بائسة، محاولات يائسة
محاولات وهمية لعرقلة المسار، وليعلموا جيدا أن شعبنا البطل أقوى من هذه المحاولات الفاسدة. البعض الآن يتحدث على موقف الحركة الإسلامية وعلى موقف حركة النهضة من الاتحاد. نحن نحب نقول الأمر التالي بالنسبة إلينا. موقفنا من الاتحاد هو كالآتي: لا يحسب أن هذه المسيرة موجهة إليه. هذه المسيرة موجهة لقوى الردة، قوى الجذب إلى الوراء، اللي هي موجودة في كل ثورة توقع في العالم. أي ثورة عندها أعداء يا شعبنا يا عظيم. الاتحاد العام التونسي للشغل نحن نعتبر أنه منظمة عتيدة، منظمة ساهمت. لا العباسي وزلة من تعب. سامحني. لا العباسي وزلة من تعب. ساهم الاتحاد بقسم كبير جدا وبجهد وافر في الإتاحة بالنظام الآلي. ونحن نميز بين أمرين اثنين في الاتحاد العام التونسي للشغل: بين النقابيين من القيادات الوسطى والدنيا العظماء، وبين بقية آخرين سيتولى الشعب تصفية حسابه معهم إداريا وقضائيا الله أكبر. هذه منظمة عتيدة فيها أبناء قدموا من الشهداء وقدموا من الدماء ما لا يمكن التشكيك فيه. هذا بالنسبة للاتحاد، حتى ندع كل شبهة وكل تأويل فاسد. بالنسبة للإعلام نحن نعتبر أنه يساهم بقدر ما للأسف الشديد في عرقلة مسار التنمية والديمقراطية في تونس. هذا الإعلام يهول، يزيف، يطمس حدث هنا ويهول حدث آخر، ويغالط. ولكن مع ذلك نحن نعتبر أن الشعب التونسي له من الوعي والنضج بحيث أنه لا يستمع إلى كل الأكاذيب وكل المغالطات وكل الخداع. بالنسبة إلى البقية التي تعرقل المسار، قلت من إداريين نوجه إليهم كلمة باسم شعبنا التونسي العظيم، من مسؤولين، من مدراء، من رؤساء مصالح. نحن في المكتب الجهوي لحركة النهضة تتدفق علينا الأعداد الغفيرة من الناس. نقول لهؤلاء اخدموا الناس أو افسحوا الطريق لغيركم. أنا أريد أن أقول في الأخير: شعب معاك في التغيير يا حكومة. سير 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 شعب معاك في التغيير. احنا حبينا بهذه المسيرة نبعث برسالة قوية لكل من تحدثه نفسه بوهم أنه قادر باش يعرقل المسار. لن تستطيعوا عرقلة المسار. كلمة أخيرة قبل أن نختم. كلمة أخيرة قبل أن نختم. أنا أعرف اللي يبنى شيء قفصة من أكثر الملفات الحارقة بالنسبة لهم هو ملف التشغيل، ملف التنمية، ملف البنية الأساسية، ملف الصحة. أنا نعتقد يا أخوة يا كرام أنه لا يمكن تحقيق أهداف وتحقيق إنجازات في هذا السياق إلا بشرط أساسي، هو المحافظة على قدر محترم ومهم ومتقدم جدا من الاستقرار والهدوء باش دولتنا وجهتنا في قفصة تسير بشكل طبيعي. وأنا نحدثكم على السيد الوالي. أنا أقول السيد الوالي ليش؟ لأنه الشخص هذا رجل عظيم. أنا تسجنت معه في سجن قفصة هنا ويعلمه الجميع.
سيتحمل يوما ما مسؤولا، ويعلم الجميع. مرحبا خونا صالح عوجة، مرحبا مرحبا خونا صالح عوجة، مرحبا مرحبا خونا صالح عوجة. أنا يا أخويا كرام، يا أخويا كرام، أنا لم أتعود أن أمدح الرجال مطلقا، ولم أمدح في حياتي إلا شخصا واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يا أخويا كرام، ضمن منظورنا نحن السياسي الاجتماعي الإنساني يجب أن نعطي فرصة لهذا الرجل حتى يشتغل في هدوء، حتى يفتح الملفات، حتى يطلع عليها، حتى إذا ما اتخذ قرار يكون قرار صعب، يتخذ قرار صعب. يا ولي يا رجال نظف نظف بالجبال، يا ولي يا رجال نظف نظف بالجبال، يا ولي يا رجال. يا أخويا كرام، احنا بحول الله نوفر مناخ العمل الجيد باذن الله، والشعب في قفصنا هنا وفي جهتنا المناضله نعرفوا اللي هو هذا وقاس ايما مقاسات ومعاناه. ولكن يا اخويا الكرام، شيء من الهدوء، شيء من الصبر، وهذا نتعاونوا عليه كلنا في جهتنا، تعاون في كل الادارات وكل المسؤولين. لاول مره في الشعب التونسي فرصه تتاح انه يعمل مصالحه، سامحني، يعمل مصالحه حقيقيه، مش مصالحه متاع نفاق وكذب وتزوير بين من ومن، بين شعبنا العظيم ومؤسسه الدوله، ممثله في الولايه، ممثله في الامن، ممثله في كل الرجالات الذين يقومون على الشان العام. اول مره وقت اللي احنا نرفع الشعارات في المسيره هذه ونقول يا الله يا الله، الحكومه تخاف الله اولا، لانه فعلا المسؤولين الذين على راس الدوله الان فعلا يخشون الله، ونحن اعيننا مفتوحه عنهم، اذا ما حادوا صوب لهم. ثانيا، وقت اللي يقولوا لي الشعب يريد الامن والامان، لا نريد بذلك التشريع لاي امكانيه للتدخل القمعي مثل ما يريد البعض ان يروج لنا ذلك. لا، الله اكبر، الامن يجب ان يعمل، ولا يجب مش يعمل الا في ظروف جيده. اليوم رجل الامن رجل الامن اليوم ما ينجمش يشتغل وهو حشاكم وحشافاتكم يسبوا له في امه ويرموا عليه في الدبابس حشاكم تاع الشاب، ويرموا عليه في قوارير الماء، ما ينجمش يشتغل وهو في اللعنه. ولكن في نفس الوقت نقولوا ان نحن ننتجوا عهد جديد في قانون فعلا، مش كما كان يقول بن علي دوله القانون والمؤسسات، لا، فيه قانون فعلا، ونحن ما زلنا في بدايه الطريق. يجب ان نتحلى بالصبر، طول النفس، المثابره، الشجاعه، القوه، المرونه في التعاطي مع كل مشاكل جهه. ونحن في احوج ما يكون لكل رجال تونس، الرجال العظام الذين خرجوا في هذه المسيره، الوالي، معتمد، كل المسؤولين، والمسؤول الفاسد يجب ان يقصى، المسؤول الفاسد يجب ان يستبعد نهائيا. المسؤول الفاسد يزيه ممص دماء الشعب طيلة 50 سنة، يزي يحترم نفسه ويخلي المسؤولين تختي، ما كانش يقصى ويستبعد. كلمة أخيرة قبل الأخيرة. نعم. عقل القتال الخمسة اللي هم جايبين يصير فاصل. قولوا بأن الشعب يسمع فيكم، وأنتم مش مسؤولين عن الشعب الكل. عندكم فاصل. أنا كلمة أخيرة. قول. نعم. سأقول كلمتين. الأولى. لا لليسار لا لليمين. نعم. قول الشعب معاك. قول الشعب معاك. هؤلاء أنا نقول لكم عليهم يا أخوتي كلمة واحدة، وأنا قلت قبيل العملية الانتخابية، هؤلاء في حالة غرغرة ثقافية سياسية في النزع الأخير، إنهم يموتون، دعهم يموتوا من غيظهم. يا إخوة يا كرام، الله أكبر. يا إخوة هؤلاء يحتضرون، والذي يحتضر يجب أن نرأف بحاله ونيسر
انا قلت قبل الانتخابات وقت اللي قناه نسمع اني جاي، وقت اللي قناه نسمع سربت ذلك الفيلم سيء الذكر، واثارت تلك العمليه ردود فعل وتشنج هنا وهناك. انا يا اخوه متمرس جيدا بخطاب هؤلاء والمسام الدقيقه لوجدانهم نعرفها جيدا. هؤلاء يا اخوه يموتون، دعهم يموتوا، ماتوا حضاريا ثقافيا. هم بصدد الخروج، هم بصدد الخروج ليس من تونس، هم بصدد الخروج من التاريخ. أفكارهم أفلست، إيديولوجياتهم أفلست، منزلتهم الاجتماعية تآكلت، لم يعد لهم شيء. الكلمة الأخيرة أنا نحب نقولها في حق جيشنا الوطني. جيش العظيم نعم امتنع اولا عن ان يطلق الرصاص لما امره بن علي بذلك. اثنين حرس المؤسسات. ثلاثة رعاة العملية الانتخابية. فنحن نرفع له تحية تقدير واكبار. تحية الجيش. انا عديت الجيش والخدمة الوطنية العسكرية وعديتها في ظروف استثنائية وكانت بمثابة عقوبة، ولكن خرج بخلاصة مهمة جدا أنه فعلا الجيش الوطني هو وطني فعلا وليس مجرد اسم. الله أكبر. يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. أنا يا أخوة يا كرام تونس هذه تم ثلاثة أطراف يجب أن تتحالف بقوة. الحكومة الشرعية لأنها أنتم الحكومة الشرعية مش مسقطة منع الشعب تونس. عاش الشعب. الطرف الثاني هو الجيش الوطني، والطرف الثالث هو الأمن الوطني. هذه أول مرة راهو غير الغزالي يقول الإلف يذهب العجب. أنتم من كثرة ما ولفتوا بالواقع هذا ولا ما عادش في عجب، ولكن في عجب. أول مرة في تاريخ تونس يا أخويا الكرام من عام 56 تتاح فرصة أن يتصالح الشعب مع المؤسسة الأمنية ومع المؤسسة العسكرية وأن يدخل في وفاق لبناء تونس اللي بإذن الله سيكون وجهه مشرق جميل ممتع بإذن الله تعالى. إن شاء الله بتطبيق الشريعة لله نعم بإذن الله تعالى. نعم أخيرا بإذن الله تعالى قفصة راهي مقدمة على مشاريع جيدة بإذن الله، وإن شاء الله التنمية تتحرك والعجلة نتاعها تتحرك. فقط يا إخواني الكرام شيء من الصبر وشيء من التعاطف. وأنا اليوم أنحني إكبارا لكم لأنكم بعثتوا برسالة قوية جدا. وعاشت تونس. عاشت تونس. نحن كان حبيتم بالنشيد الوطني ونريد أن نمر على الذين صرفوا في الأرض. السالة لليمين واليسار قلبك بغيب. هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن إلى الشعب